ايه اللي بيحصل في القضية الفلسطينية؟ تصريحات وقرارات كتير اتقالت عن تهجير الفلسطينيين لدول تانية زي مصر والأردن، وأكتر حد ارتبط اسمه بالموضوع ده هو دونالد ترامب رئيس أمريكا الحالي. بس هل الكلام ده حقيقي؟ وإيه تفاصيل القرارات دي؟ في الفيديو ده هنتكلم عن القصة كاملة، وهنوضح كل الجوانب عشان الصورة تبقى واضحة للجميع. فتعال احكي لك. خلينا نبدأ من الأول كده. القضية الفلسطينية دي مش حاجة جديدة، دي قصة ليها 70 سنة، والصراع ده لسه مستمر لحد النهاردة، وأمريكا طول عمرها طرف ثالث في الموضوع. بس مع دونالد ترامب الموضوع خد شكل مختلف. ترامب خد قرارات كتير في وقت رئاسته، وأغلبهم كانوا مثيرين للرأي العام، وأكتر حاجة فيهم كانت مثيرة للجدل هي تهجير الفلسطينيين للأردن ومصر. الكلام ده كان جزء أساسي من خطة صفقة القرن اللي كان أعلن عنها. صفقة القرن دي كانت بتتكلم بالتحديد عن تهجير الفلسطينيين لدول تانية عشان تخفيف الصراع بحجة تجهيز فلسطين ويبقى رجوعهم تاني للدولة بعدين. السؤال هنا، هل الفكرة دي كانت واقعية ولا مجرد تصريحات سياسية؟ خليني أقولك إن الفكرة دي للأسف واقعية، وترامب اتكلم عنها بكل وضوح، لكن كلامه ده لما اتقال الدنيا قامت عليه. الفلسطينيين رفضوا الفكرة تماما، وقالوا إن الصفقة دي لو تمت هيتصفى معاها القضية الفلسطينية. وكمان دول تانية زي مصر والأردن عبروا عن رفضهم التام للموضوع ده بشكل نهائي، وده كان رد وزير الخارجية الأردني على القرار. The Israeli Prime Minister came here today and said that Israel is surrounded by those who want to destroy it, an enemy. We're here, members of a Muslim Arab committee mandated by 57 Arab and Muslim countries. And I can tell you here, very unequivocally, all of us are willing to, right now, guarantee the security of Israel in the context of Israel ending the occupation and allowing for the emergence of a Palestinian state, independent state. He is creating that danger because he simply does not want the مصر ما خدتش وقت، وكان في اجتماع لمجلس النواب بيناقشوا فيه القرار ده، وده مشهد من المجلس، تعالوا نشوفه. بعد أن استعرض مجلسكم الموقر تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من تحديات خطيرة، وعلى رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية وعلى الأمن القومي المصري، وبعد أن اطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، فإن المجلس يؤكد على دعمه الكامل لجهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحياء مسار التسوية السياسية بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟ وده كمان تصريح رسمي من الخارجية المصرية بتقول فيه: تؤكد وزارة الخارجية المصرية بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة بأنها تظل القضية المحورية في الشرق الأوسط. لكن دلوقتي بشكل واقعي، هل ممكن حاجة زي كده تحصل؟ الحقيقة إن في عوائق كتير سواء اجتماعية أو سياسية. الفلسطينيين نفسهم برغم كل الدمار اللي هم فيه متمسكين بأرضهم ومش عايزين يسيبوها، وأي محاولة للتهجير هتعمل أزمة أكتر ما تحل. بصراحة أنا شايف إن الحلول اللي بتعتمد على الإبعاد والتهجير دي مش حلول، لأ دي هتعمل أزمة كبيرة. الحل الحقيقي هو حالة السلام ما بين الطرفين، وإن الطرفين يستمروا في حالة إيقاف النار. انتم ايه رأيكم في الموضوع ده؟ هل ممكن القرارات دي يكون ليها تأثير حقيقي؟ شاركوني برأيكم في التعليقات. وفي الآخر حابب أقول إن الأزمة الفلسطينية دي مش أزمة سياسية، لا دي قضية إنسانية بتمس الملايين من الناس، ومفيش حل حقيقي هيجي من قرارات فردية وكلام على ورق. وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناة، واستنوني في فيديو جديد.